السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من وصفات أم الدنيا. النهاردة عملت الكوكيز، عملته في البيت بأبسط مكونات وأبسط طريقة، والوقت طبعا ما خدش في تحضيره وتجهيزه أكتر من 10 دقايق. بجد لازم تجربوه، النتيجة هتطلع ممتازة جدا. زي ما انتوا شايفين هو هش قوي قوي من بره وناعم من جوه ومستوي بشكل حلو جدا، والطريقة ما فيهاش اي صعوبة، طريقة سهلة جدا. نبدأ بسم الله ونشوف الطريقة. هنا في بولة هحط نص كوباية سمنة، تقدري تحطي سمنة على زيت، تقدري تحطي زبدة اللي متاح عندك. انا حطيت نص كوباية سمنة بدرجة حرارة المطبخ طبعا، وحطيت نص كوباية سكر بودرة. وسكر بودرة هنا بيسهل معاكي قوي عملية الخلط دي، لان لو سكر حبيبات هياخد وقت شوية، وبالذات ان انا عاملاه بمضرب يدوي مش مضرب كهربا، فالافضل سكر بودرة. مفيش سكر بودرة تقدري تحطي السكر الناعم العادي. زي ما قلنا نص كوباية سكر بودرة، وهنضرب مع بعض كده لغاية ما اللون يتغير واحس ان السكر اختفى خالص والقوام بقى كريمي بالشكل ده. شايفين لونه طبعا افتح خالص. هنا هنزل ببضاية برضو بدرجة حرارة الغرفة. ويا ريت على فكرة اي مكون بستخدمه، سواء دقيق، سواء بيض، سواء زبدة او اي حاجة، بتبقى بدرجة حرارة المطبخ، يعني بطلعها قبل ما ابدأ في التجهيز بفترة. هنا هقلب كويس جدا لغاية ما اثر البيضة يختفي خالص ويبقى معايا خليط كريمي بالشكل ده. ده خلاص كده جهزنا المكونات السايلة. هنحط المكونات الجافة. معايا كوباية ونص دقيق، الدقيق العادي اللي هو متعدد الاستخدامات، واحط عليه ذرة ملح صغيرة ومعلقة نشا كبيرة ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وبقلب المكونات الجافة مع بعض بالشكل ده، وهبدأ أضيفها على الخليط اللي عندي. وطبعا كالمعتاد مش بضيف المكونات الجافة مرة واحدة، لا، أنا هنا بضيف يعني حوالي 3 معالق ب3 معالق كده. بيبقى أفضل إنك يعني مش هيتعبك في الخلط، مش هتلاقي أي تكتلات ولا حاجة، وفي نفس الوقت مش هتتفاجئي مرة واحدة إن العجينة ناشفة معاكي أو حاجة. الدقيق بالذات انا دايما ما بحبش حتى اقول كميته مظبوطه قوي، لان انواع الدقيق بتختلف من وصفه لوصفه. الكوبايه ونص عندي بحط شويه بشويه وبستمر في الخلط بالشكل دوت لغايه ما احس ان العجينه ظبطت معايا شويه. بس هنا انا عايزاها عجينه ناعمه، يعني قبل ما تتماسك قوي بالشكل المطلوب. هقسمها الاول نصين زي ما احنا شايفين، هي كده لسه طبعا ملزقه زي ما انتوا شايفين، بيبان طبعا في الايد. هقسمها نصين، هخلي النص الابيض لوحده والنص اللي هخليه بالشوكولاته لوحده. النص الابيض اللي معايا هو لسه طبعا ما اتظبطش، هضيف له انا شايله حوالي معلقه دقيق او معلقه ونص. هضيفه للخليط الابيض بالشكل ده لغايه ما يظبط معايا، يبقى كده هو جاهز على التشكيل. خلاص كده العجينة البيضة جاهزة معايا، هركنها على جنب وابدأ اشوف الجزء التاني اللي هعمله بالشوكولاتة. لسه طبعا طرية وملزقة خالص، هنضيف لها يعني من معلقة لمعلقة ونص كاكاو لغاية ما قوامها يظبط معاكي. ونقلب طبعا بشكل حلو قوي، نعجنها كويس جدا عشان الكاكاو يتخلل العجينة كلها، متبقاش حتة بيضة وحتة سمرة. وكده العجينة اللي بشوكولاتة كمان جاهزة معايا. بقى معايا عجينتين، واحدة بيضة وواحدة بالشوكولاتة، كده هما جاهزين للتشكيل. والعجينة طبعا رائعة جدا وسهلة جدا جدا في عمايلها، ما بتحتاجش اي جهد وما بتحتاجش وقت خالص. هنيجي على مرحلة التشكيل بتاعت الكوكيز. هي معايا صاج عليه ورق زبدة، مفيش ورق زبدة، صاج تدهنيه زيت بسيط قوي،
ونبدأ في التشكيل. هنبدأ الأول بجزء الشوكولاتة، هناخد كورة كورة جزء جزء كده ونكورها ونحطها في الشوكليت شيبس. ما عندكيش شوكليت شيبس، قطع شوكولاتة بتبشريها المتاح عندك. يعني ده عايزة اقولك كمية صغيرة جدا، يمكن على الكمية دي حوالي معلقة ونص من الشوكليت كفت جدا يعني بالظبط، ما بتحتاجيش كمية كبيرة. هنشكل الجزء الأسمر اللي هو بالشوكولاتة بالشكل ده كورة، ونغمسها كده في قطع الشوكولاتة ونرصها في الصاج زي ما انتم شايفين. كل خطوة فيه سهلة جدا والله، ما فيهاش اي افتكاسات، ما فيهاش اي حاجة صعبة. هتعمليها وهتدمني انك تعمليه في البيت على طول، والولاد هيحبوه جدا. خلصنا الجزء اللي بالشوكولاتة، هنكرر نفس العملية في الجزء الابيض. وهنا عايزة اقولك حاجة مهمة جدا، انا يمكن مكبرة حجم الكوكيز شوية، انتي بتصغريه. يعني الواحدة اللي انا عاملاها بالحجم اللي انتوا شايفينه ده هتتقسم 2، يعني الكمية تتضاعف معاك. وهتشوفوا مع بعض ليه لما بيدخل الفرن القطعة دي بتفرش معاكوا، حجمها بيزيد. فزي ما بقولك هتصغريها، يعني الكورة اللي انا عاملاها دي تقسميها 2. الافضل خدي بالك تبقى قطع صغيرة. شايفين الحجم ده؟ لا، انا عايزة منه الحجم ده الواحدة تتقسم 2، تبقى كورة صغيرة جدا، وهيزيد معاكي وحجمه هيزيد في الفرن. هناخده على طول، مش بيرتاح ولا اي حاجة. بندخله الفرن على 180 درجة في الرف الوسطاني، ما بياخدش 10 دقايق. اول ما يحمر من تحت بولع عليه الشواية لمدة دقيقة واحدة، بيطلع معاكي مستوي وهش، وطعمه في منتهى الجمال. يعني هو هش من بره، ومن جوه بيدوب دوبان، وسواه ممتاز جدا جدا. اتمنى ان شاء الله الطريقة تكون عجبتكم. هي بسيطة جدا جدا، ومش محتاجة والله اي جهد، ومش محتاجة اي حاجة. زي ما قلت لك، كوباية ونص دقيق وبضاية سمنة او زيت او زبدة اللي موجود عندك، بتعملي كمية وفيرة قوي قوي لولادك، مع كوباية شاي الصبح، او لو هياخدوه معاهم المدرسة برضو هيفرحوا بيها جدا. وصفة سهلة وبسيطة، ومش بتحتاج وقت ولا جهد خالص. لا بتحتاج انك تسيبيها تخمر ولا بتحتاج مضرب او خلاط، بتعمليها بالمضرب العادي. اتمنى تجربي الطريقة، ولو الطريقة عجبتك ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد بقدمه في القناة. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.